بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة. عنوان حلقة النهاردة: ليه ربنا بيختبرنا؟ سؤال كلنا سألناه في لحظة ضعف، في لحظة وجع، في لحظة ما كناش فاهمين أي حاجة. ليه يا رب؟ ليه ده حصل لي؟ ليه أنا بالذات؟ ده اسمه ابتلاء. أول حاجة لازم نعرفها إيه هو الابتلاء أصلا. الكلمة نفسها ابتلاء جاية من بلاء، وفي اللغة يعني الاختبار اللي بيظهر الحقيقة. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شايفين ربنا ما قالش ولنعذبنكم، قال إيه؟ ولنبلونكم، يعني اختبار. والآية دي بتقول إن الابتلاء بيجي في حاجات كتير: خوف وجوع، فلوس، صحة، حتى المحاصيل. يعني الابتلاء مش بس مرض أو موت، ممكن يكون فلوسك اللي راحت، ممكن يكون خوفك، ممكن يكون حتى النجاح اللي مخليك مغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. يعني حتى الشوكة، أصغر حاجة ممكن تتخيلها، بتعتبر ابتلاء وكفارة. فكل صعوبة بنمر بيها في حياتنا ليها معنى، ليها وزن عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب، نيجي للسؤال اللي كتير بيسأله: ربنا عارف كل حاجة، عالم بكل شيء، ليه بيختبرنا؟ الإجابة الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة مش بس صلاة، العبادة هي اختبار الإنسان في كل لحظة، هيعمل الصح ولا الغلط. وآية تانية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شايفين؟ ليبلوكم، مش ليهديكم، مش ليعذبكم، ليبلوكم. يعني الدنيا كلها دار اختبار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. ده حديث بيقلب الموضوع 180 درجة. الابتلاء ممكن يكون حب من ربنا ليك، عشان ربنا بيختبرك عشان يديك أجر أكبر. زي ما المدرسة بتختبرك عشان تديك شهادة. لو ما فيش اختبار في المدرسة ما فيش شهادة. بس السؤال اللي بيخلينا نفكر: ليه واحد بيختبر في صحته، واحد بيختبر في فلوسه، واحد بيختبر في عياله؟ ده عدل ولا احنا مش شايفين الصورة كاملة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ربنا ما بيختبركش بحاجة أكبر منك، الاختبار مخصوص ليك. زي ما المعلم بيدي كل طالب امتحان على قدر مستواه، ربنا أعلم بيك من نفسك سبحانه وتعالى. وفي حاجة مهمة: الابتلاء مش بس شر. احنا فاكرين الابتلاء يعني مرض، فقد، حزن بس. في نوع تاني من الابتلاءات اسمه الابتلاء بالخير. ربنا سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر والخير حاجتين عكس بعض، بس ممكن يكون الاتنين ابتلاء. يعني الفلوس اختبار، الشهرة اختبار، الجمال اختبار، حتى الحب اختبار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني اللي المؤمن شايفه نعمة ممكن تكون اختبار، واللي شايفه عذاب ممكن يكون رحمة. تخيلوا معايا واحد غني وصحته كويسة وبيته تمام، ده مبسوط، بس هل ده بيفتكر ربنا ولا بيفتكر نفسه؟ وعكسها، واحد مريض معهوش فلوس، ده كل يوم بيدعي ربنا. مين فيهم أقرب لربنا؟ ده مش معناه إن الفقر أحسن من الغنى، ده معناه إن الغنى اختبار في الشكر، والفقر اختبار في الصبر. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الزينة نفسها، الفلوس، الأولاد، البيوت، كل ده اختبار. طيب، إزاي نتعامل مع الابتلاء؟ بثلاث خطوات. الخطوة الأولى: الرضا. بس الرضا مش معناه أنا مبسوط بالوجع، الرضا معناه أنا مقتنع إن في حكمة حتى لو مش شايفها. النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كل حاجة خير. السراء خير عشان بتعلم الشكر، والضراء خير عشان بتعلم الصبر. الخطوة الثانية الدعاء. مش يا رب شيل الابتلاء، بس ده طبيعي، بس كمان يا رب عوضني، يا رب اجعله كفارة لذنوبي، يا رب ثبتني. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني الضر يرجعنا ربنا، الابتلاء هو المنبه اللي بيصحينا. الخطوة الثالثة العمل. الابتلاء مش عذر نوقف به الحياة، الابتلاء دافع يخلينا نشتغل أكتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني ربنا سبحانه وتعالى عشان يطهرك يصيبك عشان يطهرك. بس في سؤال: هل نطلب الابتلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا هي اللقاء بالعدو. يعني ما تطلبش الابتلاء، بس لو جالك اصبر. احكي لكم 3 قصص صغيرين مش مجرد كلام. القصة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أبوه مات قبل أن يولد صلى الله عليه وسلم. ماتت أمه وهو صغير، مات جده، اتهم بالسحر، اتهم بالجنون، رجم بالحجارة في الطائف، رجم بالحجارة في الطائف لحد ما دمت رجليه. ماتت زوجته خديجة اللي كانت سنده، مات عمه، مات ابنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، أحب الخلق إلى الله. يعني لو الابتلاء عقاب، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعاقب حبيبه أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيختبر أكثر من كل الناس؟ الإجابة: لأن الابتلاء مش عقاب، الابتلاء تكريم. القصة الثانية قصة سيدنا أيوب عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت وأنت أرحم الراحمين. أيوب فقد صحته، فقد فلوسه، فقد عياله، كل حاجة، وقال وأنت أرحم الراحمين. مش ليه يا رب؟ أنت أرحم الراحمين. وربنا سبحانه وتعالى رد: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ربنا كشف عنه. يعني الدعاء الصبر مش بيضيع، يعني الدعاء والصبر مش بيضيع. القصة الثالثة أصحاب الأخدود. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أطفال ونساء ورجال اتحرقوا عشان إيمانهم، وربنا ذكر قصتهم في القرآن سورة البروج، يعني ذكرهم إلى يوم القيامة. فالابتلاء ممكن يكون شهادة. طيب، في أسئلة ما عندناش إجابة نهائيا عليها، زي إيه؟ ليه طفل بيموت؟ ليه واحد ظالم ويفضل عايش مبسوط؟ ليه واحد شريف بيفضل مكبوت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال:
ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني في حاجات مش شايفينها، إحنا بنشوف لقطة، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيشوف الفيلم كله. بس ده مش معناه نسكت، ده معناه نثق في كلام الله وفي كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن الله إذا أحب عبد ابتلى. يعني عندي ثقة في كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع إني مبتلى لكن واثق إن ربنا بيطهرني عشان بيحبني. خلينا نلخص الكلام اللي قلناه. الابتلاء مش عقاب بالضرورة، هو اختبار. ولنبلونكم، الابتلاء بيجي بالشر والخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ربنا ما بيختبركش أكتر من قدرتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الابتلاء ممكن يكون حب من ربنا، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والصبر والشكر هما المفتاح. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. الابتلاء بيخلي الإنسان يا ينكسر يا يتقوى، والاختيار ده بإيديه. شكرا ليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في التعليقات عايزين نتكلم في ايه الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.